بص يا صاحبي، الذكاء الاصطناعي اللي كنا بنسمع عنه زمان، اللي كنا بنشوفه في أفلام الخيال العلمي، خلاص بقى واقع. و2026 هتكون السنة اللي كل حاجة فيها تتقلب. أنا بيدو، والنهاردة هقولك على 5 حاجات هتحصل فعلا في عالم الذكاء الاصطناعي وهتخليك تقول إحنا داخلين على عصر جديد. أول حاجة، الذكاء الاصطناعي مش هيستنى أوامرك، هيبدأ يشتغل لوحده، ياخد قرارات ويكمل الشغل وانت نايم. الشركات دلوقتي بتطور حاجة اسمها Agentic AI. ده نوع من الذكاء الصناعي بيتصرف لوحده كأنه عنده دماغ فعلا. تاني حاجة، ال AI هيخرج من الشاشات ويبقى في حياتك اليومية. هتشوف روبوتات في الشوارع، عربيات تمشي من غير سواق، ومستشفيات فيها أجهزة بتشخص المريض أسرع من أي دكتور. يعني اللي كنا بنشوفه في أفلام الخيال بقى واقع. تالت حاجة، كل دولة دلوقتي بتحاول تعمل ذكاء صناعي خاص بيها. ليه؟ علشان البيانات بقت أخطر من البترول. اللي يملك البيانات يملك المستقبل. رابع حاجة، الوظائف. أيوة، في شغل هيتأثر، بس كمان في شغل جديد هيظهر. AI مش جاي ياخد مكانك، جاي يساعدك تبقى أسرع وأذكى وأدق. اللي هيتعلم يستخدم الأدوات دي من دلوقتي تكون قدام الناس كلها في 2026. وآخر حاجة، القوانين، لأن العالم بدأ فعلا يخاف من سرعة التطور، فالدول بتحاول تحط حدود وتنظيمات قبل ما ال AI يخرج عن السيطرة. يعني باختصار يا صاحبي، 2026 مش سنة عادية، دي هتبقى بداية عصر جديد، عصر الذكاء الصناعي اللي فيه كل حاجة حوالينا هتبقى أذكى مننا. فلو عايز تكون جزء من التغيير ده، ابدأ من دلوقتي. اتعلم، جرب، وخلي الذكاء الصناعي في صفك مش ضدك. أنا بدو، ولو الفيديو ده عجبك دوس لايك واشترك في القناة، واكتب لي في الكومنت، هل انت متحمس للذكاء الصناعي ولا شايفه خطر على البشرية؟ أشوفكم في الفيديو الجاي، وساعتها يمكن نكون بنتكلم مع روبوت مش إنسان.